اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهارده إن شاء الله هنعمل معاكم فراخ مشوية في الفرن طبعا. فدلوقتي هقول لكم هنعمل ايه معاكم. طبعا كنت عملت جنبها بسلة، كنت عاملة جنبها برضو رز بشعرية وسلطة. وبألف هنا وشوف يا رب لك الحاجة، ويجعل دايما يا رب بيتنا كلها مليانة بالخير يا رب وعمرانة. أول حاجة جبت معاكم الفراخ وعملت لها محلول نقع، دي لمدة ساعة. أنا جبت فلفل أسمر وجبت ملح وجبت ليمون ونقعتها. طبعا الأول شطفتها بمية وبعد كده نقعتها زي ما انتم شايفين معايا كده، وبعد كده صفيتها وحطيتها في الصينية بحاجتها. هتبل ازاي؟ هحط بصل واحط توم واحط ليمون واحط فلفل أخضر واحط طماطم. البهارات بتاعتي حبهان أو هيل زي ما بتقولوا، والفلفل الأسمر ودي قرفة والملح معايا. كفاية؟ كفاية قوي. همسك ده كله اضربه في الخلاط معاكم، مش هخليه ناعم قوي، هخليه فيه خشن شويه. مش بحب الحاجه ناعمه قوي زياده عن اللازم، زي ما انتم شايفين كده زي ما انا بوريكم تبقى الحاجه خشنه شويه. وبعد كده همسك الفراخ وهقطعها. طبعا همسك الفراخ معاكم ويعني هديها تشريحه كده من عند الدبوسه وتشريحه من هنا كده عشان التوابل تخش جواها وتتبل كويس زي ما انتم شايفين كده معايا كده. طبعا السكه ما كانتش احسن حاجه يعني معايا، فبهدلتني شويه على ما ما خلصت تقطيع الفراخ. فانا بفرجكم ازاي اللي انا عملناها ازاي كلها مع بعض كده. هنزلها في التتبيله بتاعتي طبعا، وهسيب التتبيله دي. على فكره التتبيله دي انا كنت عاملاها من بالليل وانا كان عندي تاني يوم في ناس جايه. دي انا عاملاها معاكم في بالليل من بالليل وحاطه في الفريزر زي ما انتم شايفين كده. حتى لو انت مستعجله ولا حاجه، اقل حاجه ساعه. وكمان في حاجه اسمها خلنجان بيجي من عند اي عطار. لو انت مستعجله في الفراخ ولا حاجه وجالك ضيوف ولا حاجه وهتعملي كميه، في حاجه اسمها خلنجان بيجي من عند العطار. طبعا دي انا كنت مبيتها من بالليل زي ما بقولكم في التتبيله بتاعتها، ونزلتها ونزلت عليها كل التتبيله اللي شايفينها دي عليها، وزقتها في الفرن معاكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. وطلعت بالحلاوه اللي انتم شايفينها دي، والله كانت طعمه طعامه في الاكل، كل اللي كلها شكر فيها. وبألف هنا وشفا يا رب اللي كان اي حاجه، ودايما يجعل بيوتنا كلها يا رب مليانه بالخير يا رب. مش هقول تاني ما تنسوش تشتركوا في القناه عشان كل جديد. كنت عامله جنبها بسله وسلطه خضراء، وكنت عامله رز بشعريه. مع السلامه ان شاء الله، اشوفكم في جديد باذن الله. مع السلامه.